السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة بلح الشام بطريقة مظبوطة جدا. هنعرف مع بعض المقادير بالكوباية وبالجرام، وهنعرف مع بعض سر قرمشة بلح الشام، وهقولك القمع المظبوط عشان يطلع نفس الشكل الجاهز بالظبط. بعد ما تجربي الوصفة دي مش هتشتريها تاني من برا. مش هقولك بتاع ان هي زي بتاعة برا بالظبط، لا بالعكس، هي احلى من بتاعة برا بكتير. وهقولك ازاي يفضل مقرمش معاكي لو فضل عندك فترة طويلة في البيت. لو اول مرة تدخل القناة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. معانا نشوف المقادير. اول حاجة هنعملها، هنحضر الشربات لانه بيبقى تقيل وبارد. عندي 2 كوبايتين من السكر، ما يعادل 400 جرام